هاي، فيديو النهاردة عن التسويف والكسل، ومش هطول عليكم علشان اكيد وراكي حاجة عايزة تقومي تعمليها او ممكن تكسلي وتقفلي الفيديو خالص. هاتي حاجة نشربها مع بعض وتعالي نتكلم شوية. فخلينا اتكلم معاكي في شوية حاجات هتخليكي بجد تتخلصي من الكسل. واهم حاجة تبدأي بيها هي الروتين، ومش قصدي بالروتين ان هي حاجة مملة، كنت كلمتكم في الموضوع ده قبل كده. لا، انا قصدي الروتين ان انت يبقى عندك روتين ثابت كده انت ماشيه عليه بجدول للحاجات اللي وراكي، ان انت يومك عارفه ان هو ماشي ازاي من اول ما تصحي لحد ما بتنامي. وكل ساعة في يومك انت عارفة الساعة دي بتعملي فيها ايه، ومفروض ان انت متعمليش فيها حاجة تانية، الا اذا طبعا حصل اي ظروف او اي حاجة طارئة فانت اضطريتي تغيري ده. بس العادي والطبيعي بتاعك ان انت كل ساعة في يومك هي متنظمة لحاجة معينة. تاني حاجة اضمن لك ان هي تبعد عنك الكسل هي النظافة والنظام. طول ما انت قاعده في مكان مش منظم ومش نظيف هتحسي ان انت كسلانه جدا ومش قادره تعملي حاجه، على العكس تماما لو قمتي رتبتي المكان حواليكي ونظفتيه. حاولي على قد ما تقدري ان المكان حواليكي يكون نظيف ومنظم، خصوصا المكان اللي انت بتشتغلي فيه. لو انت بتشتغلي مثلا من اوضتك او اكتر مكان بتقعدي فيه اللي هو اوضتك، حاولي على قد ما تقدري ان هو يكون نظيف ومنظم. صدقيني ده هيشيل من دماغك عبء كبير قوي، ومش هتحسي انك كسلانه، وهتحسي انك يعني مور انرجيتك ونشيطه كده، وعايزه تقومي تنجزي اللي وراكي طول ما انت المكان حواليكي منظم. وافتكري ان الكسل ده بيضيع عليكي فرص كتيره قوي. يعني شوفي كم مره انت تبقي عايزه تقومي تعملي حاجه وتكسلي تعمليها، وتلاقي نفسك بعد كده انك ضيعتي من قدامك فرصه كانت هتفرق معاكي قوي، او حاجه كان لو انت كنتي عملتيها كانت هتسعدك قوي. اقعدي كده فكري مع نفسك حاجات انت كان نفسك تعمليها من كذا سنه فاتت، لو انت كنتي عملتيها كان حياتك هتبقى عامله ازاي دلوقتي. في عادة كمان حلوة قوي كنت قريتها في كتاب، وبجد لما طبقتها فرقت معايا قوي، وهي ان الحاجة اللي انتي بتيجي في بالك قومي اعمليها في ساعتها، especially لو الحاجة دي مثلا مش هتاخد معاكي اكتر من 5 دقايق. قومي اعمليها في ساعتها على طول. حاجة باظت صلحيها على طول، كنتي بتعملي حاجة ووقعتي مثلا حاجة نضفيها في ساعتها. اي حاجة خدتي حاجة مثلا من مكانها ما تكسليش انك ترجعيها مكانها تاني، ده هيوفر عليكي وقت كبير. خليكي كمان فاكرة كويس قوي ان الحركة بتجيب حركة، والنشاط بيجيب نشاط، والكسل بيجيب كسل. هتفضلي قاعدة وتكسلي تعملي الحاجات اللي وراكي هتكسلي اكتر. هتبدأي تحركي جسمك وتعملي الحاجات البسيطة اللي هي مش هتاخد دقايق وتبدأي تعمليها، هتلاقي نفسك بعدها قادرة انك تعملي حاجات تانية. الحاجة اللي بعد كده وفرقت معايا قوي ان انتي تحددي وقت معين بتمسكي فيه الموبايل، ما تبقيش الموبايل على طول في ايدك، واي مشتتات عامه ابعديها عنك. انا بالنسبه لي انا كانت الموبايل بجد اكتر حاجه بتشتتني واكتر حاجه بتاخد من وقتي، كنت ببعدها عني خلاص. انا بحسب لنفسي مثلا وقت زي ما قلت لكم، نعمل تو دو ليست كده بالحاجات اللي ورانا، وبتحددي من كذا لكذا بتعملي كذا. بكافئ نفسي بقى، مثلا انا من الساعه 2 ل 3 انا الوقت ده بشتغل، هشتغل ساعه الا 5 دقايق مثلا، او ساعه الا 10 دقايق، واخر 10 دقايق دي هي اللي انا همسك فيها الموبايل. وعلى فكرة ده بيشجع جدا ان انتي تعملي الحاجة اللي وراكي، اللي هو انا في الاخر هكافئ نفسي. انا هقعد اشتغل ساعة بس انا يعني هاجي في اخر 5 دقايق انا همسك الموبايل مثلا، او هقوم اعمل الحاجة اللي انا نفسي اعملها. فدايما كافئي نفسك عشان تدي لنفسك كده باور ان انتي تقدري تقومي تعملي الحاجه اللي وراكي دي. عارفين لما تحسوا ان انتوا كده محكومين بوقت، او ان انتوا شخص ديسيبلين كده وملتزم ومنضبط بالحاجه اللي بيعملها، ده بيدي راحه نفسيه ان انتي شخص منجز وشخص بيعمل يعني عارف يمشي نفسه، مش سايب الدنيا كده هي اللي تمشيه، واليوم زي ما يمشي كده وببركته، اللي هو انا هقوم بقى ولسه هشوف انا هعمل ايه النهارده ويومي هيمشي ازاي. لا، خلي يومك منظم ووقتك متحدد بوقت معين. كل حاجة بتعمليها في وقتك متحددة بالساعة بالوقت المعين. كمان افتكروا ان الكسل بجد بيخلينا متضايقين لما احنا نفوت حاجة احنا كنا عايزين نعملها واحنا سايبينها وبنعمل حاجة تانية. يعني زي مثلا واحنا صغيرين لما كنا بيبقى ورانا حاجة و... ونسيبها ونقوم ورانا مذاكرة مثلا ونسيبها ونقوم نلعب، كنت بتحسوا بتأنيب ضمير كده، اللي هو انا ورايا حاجة وقاعد دلوقتي بلعب، فمش بلعب بنفسه ومش بلعب وانا مبسوط وحاسس ان انا متضايق شوية. غير خالص لما انت كان بيبقى وراك مذاكرة وتخلصها وتقوم مثلا تلعب بقى بعدها، بجد بتبقى مرتاح وبتبقى يعني ان قوي الحاجة اللي انت بتعملها دي، ومبسوط كده وانت بتلعب وحاسس باللحظة وبريزنت كده في اللعب، احساس مختلف. ودايما لما يبقى وراك حاجة اقعد اعمل الحاجة اللي وراك دي
وقوم نفسك كده، وما تقعدش تفكر انا المفروض يعني الافكار اللي بتقعد تجيلي مثلا وانا بشتغل او بعمل حاجه مهمه، اللي هو طب ما تقومي بقى تعملي حاجه كده تشربيها وتقعدي بقى تذاكري كده بتركيز ولا تشتغلي بتركيز، ما تقومي مش عارفه تجيبي لنا حاجه كده ناكلها، مش جعانه. عارفه الافكار اللي بتقعد تجيلنا دي ابعدوا عنها خالص، والحاجه اللي بتيجي في دماغكم دي اعملوها في ال5 دقايق ولا ال10 دقايق اللي هي اللي في نهايه الساعه دي، اعملوها في الوقت ده، لكن ما تعملوهاش في الوقت اللي انتوا بتشتغلوا فيه. حاولوا تكونوا منضبطين وملتزمين بالوقت اللي انتوا كاتبين هتعملوا فيه حاجه معينه، لا التزموا وخلصوها في الوقت. حاجه كمان مهمه قوي، انا قصدي بالانضباط اللي هو مش ان انت تعمل الحاجه وانت بس موتيفيتد وحاسس انك عايز تعمل الحاجه دي قوي. بجد الموتيفيشن ده بياخد وقت بسيط جدا، مش حاجه مستمره خالص. مفيش حد بيفضل موتيفيتد طول الوقت. الناس اللي بتنجح دي عمرها ما كانت موتيفيتد طول الوقت. الناس دي بتبقى ديسيبليند ومنضبطه وبتعمل الحاجه اللي هي مش عايزه تعملها، مش الحاجه اللي هي عايزه تعمل. يعني بيبقوا مش قادرين يقوموا يشتغلوا وبيشتغلوا غصب عنهم، بيبقوا مش قادرين يقوموا يعملوا الحاجه اللي عارفين انها هتفرق معاهم دي ويعملوها غصب عنهم، مش بيعملوها وهم بس متشجعين. التشجيع ده مش هيوصلك لحاجة. هتبقى كويس قوي وهتعمل حاجة دي بيرفكت في وقت معين، وهتيجي في وقت تاني هتريح خالص والليفل بتاعك هيبقى تحت الصفر. فاوعى تستسلم ان انت تشتغل بس او تعمل الحاجة اللي انت عايز تعملها بس في الوقت اللي انت تبقى موتيفيتد فيه. اخر حاجة هقولها لكم، كانوا بيسألوا الناس الكبيرة في السن ايه الحاجات اللي انتوا ندمتوا عليها لما وصلتوا للسن ده. يعني قالوا الحاجات اللي احنا ما عملناهاش او الحاجات اللي احنا كان نفسنا نعملها وما عملناهاش. محدش ندم قوي ان هو عمل حاجة معينة، محدش بيفتكرها اصلا. الناس بتفتكر بقى الحاجات اللي هي ده انا كان نفسي مثلا ابدا المشروع ده، كان نفسي اقرب مثلا من الناس دي، كان نفسي اعمل كذا، كان نفسي. فحاولوا ان انتوا تستغلوا الوقت اللي انتوا فيه، يعني لسه الوقت قدامنا ان شاء الله، نستغل الوقت ده في ان احنا نعمل الحاجه اللي احنا نفسنا فيها، بدل ما يجي وقت بعد كده مثلا ونندم ان احنا ليه ما عملناش الحاجات دي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، استنوني في الفيديو الجاي.